أنا والله تعليق على خبر مهم من وجهة نظري أنا. نعم. أنا كنت في السودان الأسبوع الماضي ورأيت المد الشيعي الرافضي الخبيث في أرض السودان الشقيقة، وقد اخترق المجالات الكثيرة. 8 مليون كتاب شيعي يصل إلى أرض السودان، حسينيات متعددة، معاهد شيعية، مدارس شيعية، أفكار خبيثة في قرى بكاملها اخترقها التشيع. ومن هنا أحذر من أن يصل هذا إلى مصر، لأن خطر الشيعة خطر قديم وخطر فادح على الأمة الإسلامية. 71 قناة فضائية شيعية رافضية خبيثة تنشر سمومها ليل نهار. 71. فأنا الحقيقة أستاذ تقي أحذر الشعب المصري من هذه الهجمة الشرسة التي دخلت إلى مصر بقدها وقتيلها، تقيم الحسينيات في بعض المناطق وتطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وندائي هنا إلى وزير التعليم المحترم الفاضل، لابد أن يراجع المناهج التي تدرس على طلابنا في كتب فيها لمز وهمز بالصحابة الأبرار. عمرو بن العاص كان مخادعا ماكرا، كان موجود عندنا في بعض الكتب. معاوية بن أبي سفيان وسب له، بل إن إعلامية بارزة كالأستاذة منى الشاذلي تقول عمرو خدعنا ومعاوية محمد مرسي خدعنا كما خدعنا عمرو بن العاص، يعني من طرف خفي تطعن في الصحابة الأبرار الأطهار. فحتى في الصحف هناك إعلاميون يكتبون في حق الصحابة كلاما لا يقبل بحال. فأنا هنا أحذر